هيرفي رونار يشعلها: حكيمي الأفضل في العالم، والكرة الذهبية حقه الطبيعي. في تصريح ناري لصحيفة ليكيب الفرنسية، فجر المدرب الفرنسي هيرفي رونار مفاجأة مدوية بترشيحه النجم المغربي أشرف حكيمي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، مؤكداً أنه يستحقها بلا منازع. رونار مدرب المنتخب السعودي الحالي أشاد بموسم أشرف حكيمي الخارق مع باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية: دوري الأبطال، الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، مؤكداً أنه كان اللاعب الحاسم في المباريات الكبرى، واحتفظ بثباته طوال الموسم. المدرب المخضرم لم يخفي فخره بمنح حكيمي أول فرصة دولية مع منتخب المغرب سنة 2016، عندما كان لاعباً شاباً في ريال مدريد، واعتبره اليوم رمزاً للكرة المغربية الحديثة. تصريحات رونار أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ الكرة الذهبية لحكيمي الترند، وسط دعم إعلامي وشعبي واسع لفكرة تتويج أسد الأطلس بالجائزة الأغلى في عالم كرة القدم.